يا صباح الورد والفل والياسمين على اجمل مملكه في الدنيا. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قد الدنيا كلها. انا ريهام احمد ودي قناتي، فلو لسه اول مره بتشوفي قناتي يا قلب اختك، يلا ما تنسيش تشتركي في القناه من علامه الاشتراك اللي هتظهر لك تحت الفيديو باللون الاحمر. اضغطي عليها هيطلع لك 3 خيارات، اختاري اول خيار فيهم علشان كل ما انزل فيديو جديد، بوست جديد، لايف جديد على القناه يوصلك اشعار بيا قلب اختك، تدخلي تنوريني باحلى لايك من احلى اختي في الدنيا. وكمان هستنى تعليقاتكم. ربنا يديمكم النعمة في حياتي يا احلى اخوات وصحاب في الدنيا. يلا بقى قبل ما نبدأ الفيديو ما ننساش نذكر الله ونصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد، تنفك بها الكرب، ويأتي بها الفرج. كل سنة وانتم طيبين والأمة الإسلامية جميعا طيبة وفي خير. ربنا يجعله رمضان مبارك علينا وعلى الأمة الإسلامية جميعا. النهاردة أول يوم سحور، هنبدأ من أول السحور كده مع بعض واحدة واحدة ونشوف احنا عملنا ايه. يلا حط اللايك الجميل يا قلب اختك وادخلي برجلك اليمين وتعالي بقى نتابع الفيديو مع بعض ونشوف كان يومي ماشي عامل ازاي من اول السحور لحد تاني يوم. كان عندي عزومة، كنت عازمة بابا وماما، ابو جوزي يعني حماية، ومامته مامة جوزي اللي هي حماتي، طبعا بابايا ومامتي وعلى دماغي من فوق. ما كانش يكمل رمضان او يعدي اول يوم رمضان كده غير واحنا متجمعين. اول حاجه هاخدكم واحده واحده بس من اول السحور كده نجهز السحور مع بعض. عملت ايه دلوقتي؟ طبعا السحور بقى اول يوم ده تحس ان احنا بنفنن فيه، تحس ان نطلع الطاقه اللي فينا كلها. بعد كده تحس ان الواحد بقى ايه، بيهبط باي حاجه وخلاص موجوده بياكلها. لو سندوتش موجود ناكل السندوتش وخلاص وننام عليه. في اول يوم سحور ده هنحضر مع بعض بقى. اول حاجه كده قطعت بطاطس وحطيتها في الطاسه بعد ما سخنت الزيت كويس. طلعت بقى كل اللي في التلاجة، طلعت بطن التلاجة كلها. نجهز واحدة واحدة بقى ونشوف احنا هنعمل ايه. غسلت بقى خيارايه وطماطمايه، فخيارايه واحدة وطماطمايه واحدة. ايوه علشان انا ريماس كانت نامت ومودي كان نام. طبعا ريماس صايمة ومودي كمان صومته لحد العصر، فريماس صحتها على السحور. انا عن نفسي ما باكلش خضروات تماما، ما فيش خضروات بتدخل جسمي تماما يعني. حتى في الاكل غير الاكل ما بحبش خضروات. فكنت عامله الخياريه دي والطماطمايه دي علشان محمود وريماس بس فقط لا غير. ومودي كان نام ما رضيش ان هو يصحى في يوم السحور ده. حتى تاني يوم، احنا تاني يوم يعتبر اتسحرنا تاني يوم كده، والفيديو هينزل لكم تاني يوم. فما صحيش برضو ان هو يتسحر، صام تاني يوم. دلوقتي انا بمنتج لكم الفيديو بعد الفطار، فهو قضى تاني يوم صيام كله من غير سحور يعني، اللهم بارك يا رب. طبعا بيقولوا ما تصوموش الاطفال لان بيبقى ارهاق عليهم وصحتهم كده، لكن هو حابب ان هو يصوم. يعني جه العصر افطر يا مودي، لا مش فاطر يا مام. بعد العصر بشويه افطر يا مودي، مش فطر يعني، ما فطرش لحد دلوقتي. الحمد لله كمل للمغرب وصام يوم كامل الحمد لله. فده بس بيبقى تعود مش اكتر. عملت ايه دلوقتي بقى؟ قطعت الطماطم والخيار وحطيت بقى، طلعت جبنه كده، قطعتين جبنه. ريماس ومودي برضو ما بياكلوش الحاجات دي يعني. ريماس ملهاش لا في اللانشون ولا الجبنه دي، ما بياكلوش غير الجبنه المعفنه اللي هي عبور لاند. ايوه والله زي ما بقول لكم كده يعني، هي ما بيدخلش جسمهم غير عبور لاند، لا جبنه قريش بقى ولا جبنه رومي ولا اي حاجه. مع ان انا سامع عنها حاجات ان هي مضره، لكن هو عبورلاند فقط لا غير. فحطيت قطعتين جبنه رومي وقطعتين لانشون زي ما شفتم. وهنا كنت بحاول افتح الصفيحه دي. الصفيحه دي يا بنات اللي انا اكتشفته ان هي بتبقى انواع، فانا مش عارفه ايه النوع الحلو فيها وايه النوع الوحش. علشان انا جبتها مره كانت خطيرة بمعنى خطيرة، وكانت قديمة كده وتحسوا ان هي فيها خرام كتير. لكن المرتين التانيين، المرة دي ومرة قبلها جبتها، تحس ان هي لسه معمولة امبارح. فانا مش عارفة الغلط فين يعني، في مدة الصلاحية بتاعتها، ان هي مثلا جديدة قديمة، فانا مش عارفة الصراحة. هنا بقى بعد ما طلعت قطعة جبنة، رحت بقى كانت البطاطس اتحمرت. البطاطس دي بطاطس تحمير اللي هي بطاطس الشيبسي، بحب ان انا اجيبها قوي، تبقى حلوة قوي قوي في طعمها كده وانت بتاكليها، تبقى لذيذة يعني. وهنا برضو كنت حاطه حته مرتة كده تسيح جنبي فاتحرقت. فلو عايزين المقادير او طريقه الوصفه بتاعه المرتة المحروقه عادي اجيبها لكم عادي، او اكتبها لكم تحت هتلاقوها في صندوق الوصف يعني، المرتة المحروقه.
اخدت حته مرته كده وحطيتها على النار على اساس ان هي بقى ايه عليها سمنه وكده وهتسيح لوحدها. فاكتشفت بقى ان هي اتلسوعت مني، اتحرقت يعني. حطيت بقى شويه دقه، والبطاطس ما بتتاكلش غير بالدقه، لا تقولوا لي ملح ولا تقولوا لي فلفل اسمر ولا تقولوا لي كمون، هي شويه دقه كده تظبط لك طعم البطاطس. هنا بقى هنظبط بقى شويه فول كده من اللي احنا لسه عاملينه. على فكره انا كنت لسه طافيه على الفول، اخدت شويه كده كبشه واحده لان ما فيش حد بياكله هنا غير جوزي، هو عاوزه كده زي فول العلب، زي ما هو تمام تمام كده بالنسبه له انبساط. فاخدت شويه زي ما هو حب كده، حطيت عليهم شويه طحينه وشويه كمون بقى وزيت وليمون، انا مش عارفه الحته دي راحت فين، وزيت وليمون وبس كده تمام التمام. هنا كنت حمرت بيضتين كده، اللي هو اومليت ده ولا مش عارفه، حمرتهم وبعدين حطيت عليهم شويه فلفل اسمر وشويه ملح وبس كده. هجيب بقى برطمان الزيتون اللي احنا عملناه مخللناه مع بعض، عاوزه اقول لكم خطير، اقسم بالله يا بنات تحفه جدا. لكن في عيب واحد، ان هو بقى حراق قوي قوي قوي، وما عملتش حسابي في الخطوه دي. احنا بنحب الحراق وكل حاجه، لكن لما باكل منه على السحور بحس ان انا عطشانه كده، اصحى من النوم احس ان ريقي ناشف. فعملت ايه، جبت البرطمان وهاخد منه شويه في علبه كده اخليهم جنبي في التلاجة، وبعد كده ايه هحط عليه بس شويه ميه علشان ما ينشفش مني. وبعد كده ايه هشيل البرطمان فوق زي ما هو كنت حطاه فوق المطبخ، وشويه الزيتون دول هخليهم يعني في علبه في التلاجة، يبقى ايه في متناول ايدي. خلاص بقى كنا جهزنا احلى سحور مع بعض، حطيت زيتونتين كده وكده يبقى السحور بتاعي جهز، مع بقى ايه رقاقتين بقى اللي هو الرقاق الفلاحي او بتاوي ايا كان هو اسمه ايه عندكم يعني في المنطقة. وده كان شكل السحور بقى. تعالوا ندخل على الفطار. وطبعا زي ما قلت لكم في اول الفيديو كده كنت عازمة حماية وحماتي، فكان لازم اعمل لهم عزومة تليق بيهم زي ما بيقولوا. هنا بقى حطيت بصلتين اتحمروا. بحب ان انا استخدم الزيت في المحشي عامة، ما بحبش السمنة، بحس ان السمنة كده بتقل المحشي كده وبتجتمه معايا، يعني تحسوا ان هو لو بات تاني يوم تحسوا ان عليه مش عارفه السمنه بتبقى باينه فيه. هنا بقى حطيت كيسين طماطم، وشايفين بقى التسبيكه يا ولاد ما اخدتش ثواني كده وهطفي عليها. طبعا الطماطم متسبكه وجهزناها مع بعض في فيديو قبل كده، ده بيسهل عليا كتير جدا جدا لو عزومه بقى ايا كان بقى، لو قايمه كده متاخره على الاكل كيسين طماطم كده بيفكوا معايا الدنيا كلها. هنا بقى كنت قطعت الخضار او بقطع الخضار اهو، شبت على بقدونس على كزبره خضرا كده يخلوا المحشي بتاعك ريحته تجيب اخر الدنيا. قطعته بقى، بحب ان انا اقطعه بالمقص كده بستسهل يعني احلى من السكينه. وبعد ما خلصته بقى هنقعه في شويه ميه كده، وكده كانت التسبيكه خلاص يعني. انا اول ما خلصت الخضار ما اخدش 5 دقايق في ايدي كانت اتسبكت خلاص. هطفي عليها بقى ونشوف هنعمل ايه تاني. هنا كنت غسلت الرز ومعايا الخضار ومعايا التوم متقطع، بحب ان انا استخدم التوم قوي 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 في تسبيكة المحشي او في الخلطة بتاعة المحشي، بيخلي ريحته واو كده وطعمه جنان. هنا شوية ملح بقى وشوية فلفل اسمر، ومبحبش ان انا احط اي اضافات غير دي. طبعا بترجعلك بقى حسب بقى ما انت متعودة، حسب ما مامتك معوداكي، حسب ما بتحبي الاكل فيه بهارات كتير مفيهوش بهارات. انا بستكفي بشوية ملح وشوية فلفل اسمر. هنعمل محشي ايه النهاردة؟ هنعمل محشي ممبار. محبتش ان انا اكتر في المحاشي او اعمل نوع تاني في المحشي، لان ابني عندي احمد ما بياكلش المحاشي تماما، ما فيش اي حاجه بتدخل بقه فيها طماطم، مش عارفه ليه، ايا كان رز احمر ايا كان محشي الحاجات دي كلها ما بياكلهاش او ما بيستلطفاش يعني. كانت التسبيكه اتسبكت خلاص، وجبتها كده وهي سخنه وقلبتها على الرز. وهنا كنت خلاص بقى بدأت ان انا احشي الممبار بتاعي. حشويان الممبار سهل جدا، اسهل محشي ممكن تعمليه في حياتك طالما انت متعودة عليه. بمسك الممبرايه كده كأنك بصوا شايفين كأني ماسكة كده حاجة مش عارفة اوضحها لكم ازاي، ماسكاها بطراطيف صوابعي وصبعين التانيين اللي هي في الايد التانية. بصوا اهو، بمسك شوية رز كده وصبعين يدخلوا في الممبراية او العصبان ايا كان عندكم في الدولة اللي انتوا بتقولوا عليها ايه. عندنا اسمه مصارين او ممبار، مصارين اللي هو بتاع الامعاء بقى بتاعة الجاموسة والبقرة والحاجات دي. سمعت ان هو في دول تانية اسمه عصبان ايا كان بقى. بحط صبعاني كده فيه، وبعدين ايه الصبع الكبير يزق الرز ثواني تكون مخلصة على فكرة. مش مجرية الكاميرا كتير، لا انا سريعة جدا في حشوان الممبار وحشوان البتنجان والكوسة، لكن المحشي اللي هو المرق عنب بقى والكرنب ما وعدتكوش خالص ان انا ابقى سريعة فيه. هنا كنت حاطة بقى، كنا كده تاني يوم
كده صحيت الصبح بقى بعد ما طلعت الممبار من التلاجة، وكنت حاطه بقى الحله تغلي. عاوزه اقول لكم ان انا بدأت في الاكل ده حوالي الساعه 1:30 بالظبط الظهر، وخلصت على المغرب تماما يعني. كان فاضل تلت ساعة كده والأذان يأذن. هنا بقى حطيت مية تغلي بدون اي اضافات، لسه ما حطيتش اي اضافات فيها، ونزلت بالممبار بقى او المصارين او العصبان، ممبرايه ممبرايه، وانا بنزل كده بهدى على نفسي شويه، احط اتنين واستنى شويه الميه ترجع تاخد يعني ايه حراره تانية، واحط بقيه الكميه واحط بقيه الكميه لحد لما اخلص الكميه كلها اللي معايا. وبعدين اديه تقليبه كده ولا ايه. لما بحس ان الميه هدت معايا او الميه كده ما تغليش قدامي، بغطيه اسيبه يغلي تماما، وبعدين اقوم مقلباه. طب يا ريهام، هو ما بيفكش منك، ما بيطلعش رز مني؟ بصي، لازم الممبار يطلع رز منك، ولازم الميه تلاقي فيها رز، لكن بترجع لك انتي ماليه الممبرايه قوي حشيها قوي ولا لا، وبيرجع كمان للرز، الرز معاكي بيزيد ولا لا، بيرجع كمان انتي واخده بالك من حاجه، يعني كل شويه تقلبيه علشان الممبار لما بيلزق في القعر بتلاقيه ايه ترشق منك لا قدر الله. هنا بقى كنت قطعت بصلايه وحطيت عليها شويه فلفل اسمر وشويه ملح، وجبت البطايه بتاعتي طبعا مغسوله ومنقوعه طول النهار، شويه ميه بملح كده وبخل. خلاص كده كان الممبار غلي. بصوا رجعت له تاني اهو، شايفين الشكل؟ خلاص قفل من ناحيته قفل من ناحيته، ومش هينزل رز تاني، هو بينزلك بس شويه الرز اللي هما بيبقوا ايه زياده فيه، مش اكتر. طب المصارين بتكش ولا لا؟ المصارين بتكش كده لكن ما بتكشش اللي هو الكشاشان، لا بتكش حاجات بسيطة. هنا كنت بعمل ايه؟ بحط بقى البهارات بتاعتي، حطيت ورقتين لورا، حبيتين حبهان، حابة انك تحطيهم حطيهم، مش حابة انك تحطيهم ما تحطهمش. في ناس بقى بتحط بوكيه جرنيه كامل. ايه هو البوكيه جرنيه؟ طبعا هتلاقي في ناس عارفينه وفي ناس مش عارفينه، بصلايه طماطمايه جزرايه فص توم، كل ده بيحطوه في الشوربه، لكن انا مش من الناس اللي بفضل ان انا اعمل كده. شويه ملح على شويه فلفل اسمر بيظبطوا الدنيا معايا. حطيت بقى ورقتين لورا، حبيتين حبهان، فص مستكه، حبيتين اللي هو اللهم ذكرني حاجة تانية كده حطيتها، كبيبة صيني، كل ده بيظبط الشوربة معايا. هنا كنت حاطة حلة فاضية تماما وسخنتها، وبعدين نزلت بقى ببطايه كده بالبصلايه ايه اللي عليها دي اللي انا دعكاها بيها، هتاخد تشويحه كده بسيطه. البط عندي مش سمين، مش هينزل دهنه معايا كتير تمام، فانا كل اللي بعمله بديله صدمه بس، وبيخلي ايه بقى الشوربه بتاعته طعمها حلو. البصلايه، فايده البصلايه اللي انا حطيتها دي بتظبط الشوربه معايا وبتظبط البطايه كده، بتخلي نفسها روعه. طبعا في طرق كتير للبط ما تعدوش، يعني بط بالبرتقان، بط بالمرتة، انا مش عارفه هو ده اللي بيقولوا عليه بط من المرتة، مش عارفه يعني ايه المرتة لحد دلوقتي الصراحه. فانا بسلق البط زي ما انتوا شفتوا كده، كنت غاليه ميه ونزلت عليه على البطايه وسبتها تغلي كويس جدا، وهنزل بقى ايه بشويه برضو نفس البهارات اللي انا حطيتها في الشوربه عامه، اللي هي بهارات الشوربه المعروفه، شويه بقى فلفل اسمر، شويه حبهان، ورقتين لورا وكده. هنا بعد ما غلي ودخل في السوا كده، كان دخل في السوا، انا بحطش الملح غير لما البط يدخل في السوا. حطيت بقى الملح بتاعي وظبطته، وبحط طرف الصابع كده على الشوربه، وطرف صابع يروح على لساني، وبعدين اتمضمض بعديه، بعرف الحدق بتاعي بس مش اكتر. هنا ما كنتش حطيت لسه برضو الحدق بتاع الممبار. كل ما تحطي الملح في اول الاكل، كل ما يعمل معاك السوا، ياخر معاك السوا. كل ما تأخري الملح، كل ما الحاجة تستوي وتدخل في السوا وتحط لها ملحها، ده بيسهل عليك السوا شوية كده، مخليش الحاجة تاخد معاكي سوا كتير تمام. هنا وصلنا لحد هنا، كان خلاص الممبار هياخد غلوتين واطفي عليه. كده بقى كنت علقت على البسلة جنبي اهي، وكمان حطيت لبن يفك كمان علشان اعمل برام رز. وهنا كنت بحضر بقى ايه الشربات بتاع الكنافة. الحاجات دي يعني حسيت ان هي سهلة، يعني ما عملتش حاجة اللي هي تستاهل ان هي تتصور، او كان التليفون بيشحن ساعتها، فقلت مش مشكلة يعني ان انا اصورها بصراحة يعني. هنا بقى خدت 3 كوبايات، هنعمل الشربات بتاع الكنافة 3 كوبايات سكر على كوبايتين مية. المفروض ان شربات الكنافة بيتعمل ازاي؟ 3 كوبايات، لو عملت 3 كوبايات سكر كوباية ونص مية، لكن انا بحط نص كوباية زيادة، دي بتظبط معايا الشربات، بتخليهوش بقى يكلكع معايا، يشد الحاجات دي كلها. حطيت عصرة ليمونة وعلقت عليه الشربات، ما بيتقلبش، ما تقلبيهوش، ما تحطيش ايدك فيه.
هنا بقى هقول لكم طريقتي في البسله انا بحب ان انا اعملها اخضر في اخضر. اخضر في اخضر يعني ايه؟ قطعت بصلايه وهي خضره كده، وحطيت عليها دعكتها بشويه فلفل اسمر وشويه ملح، وحطيت عليها البسله وشويه طماطم ضربها في الخلاط وبس كده. دي طريقتي في البسله. هنا هنعمل بقى برام الرز. برام الرز مفيش اسهل من كده، ما تصعبيش حاجه على نفسك. عندك عزومه، عندك لو منين كده هيطلبوا منك هتطلعيه باروع ما ممكن بيقولوها اروع مما تتخيلي. غسلت برام الرز. برام الرز بيبقى نص رز نصه سيبيه فاضي علشان لما الرز يرفع منك يزيد منك يعني. هنا عملت جبت اللبن بتاعي وفككته وحطيت بقى الملح، ظبطت الملح وهو يعني في الحله زي ما هي، لان انا عارفه مقدار البرام اللي معايا هياخد قد ايه لبن. لو ما انتش عارفه يبقى تظبطي شويه بشويه، علشان بس اللبن اللي يفيض منك ما يبص ولا حاجه لا قدر الله. هنا بقى ظبطت الدنيا كده وخليت البرام سايح زي ما بيقولوا اهو على اخره لبن. وهنا بقى كنت مولعه الفرن على اعلى درجه حراره، وهحط بقى برام الرز كده يستوي براحته خالص. اخد معايا حوالي ساعه الا ربع او ساعه بالكتير يكون تمام وطالع معاكي. هنا كنت خلاص ببص على شربات الكنافه ولقيته تمام التمام. كل اللي انا هعمله هديله باكيتين فانيليا، اللي هو الأكياس الصغيرة دي، أو عندك فانيليا سايلة حطي، عندك مثلا فانيليا اللي هي العلب دي، حاجة بسيطة كده. وحطيت له كمان معلقة سمنة لكن ما صورتهاش الصراحة. هنا هجيب بقى السمنة البلدي دي اللي انا مسيحاها معاكم. عاوزة اقول لكم ريحتها جايبة اخر الدنيا، حلوة قوي 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 يعني. انا كنت مش مستبشرة خير بيها، لكن حلوة تمام والله العظيم. هنا هعمل هسيح كوباية سمنة على نص كيلو الكنافة معايا بياخد كوباية سمنة. انا بحب ان انا اعملها بالمقدار ده، بتطلع معايا مظبوطه جدا، لا سمنتها شويه ولا سمنتها ياما ولا محتاجه سمنه ولا اي حاجه. هنا دهنت الصينيه بتاعتي بشويه سمنه، وهنا كنت ببس الكنافه بالسمنه. طبعا الكنافه دي انا جبتها او محمود جابها لي كده وهي سخنه، دخلتها على الفريزر على طول بحيث ان هي تتشمع مني وتنشف مني، علشان لما اجي افركها تبقى مفروكه حلو معايا، متبقاش مكلكعه او اضطر ان انا احطها في مفرمه او كده، وده بيسهل عليا كتير. دي طريقتي في الكنافة واعتمديها والله العظيم هتطلع معاكي احلى كنافة. هنا بقى عملت جبت بقى شوية مكسرات كده سوداني على جوز الهند، وهجيب شوية زبيب بقى احطهم في جزء واحد، لان عندي احمد مدوخني في اكل وشرب وكل حاجة، ما بياكلش الزبيب، فانا حبيت ان انا هعمل نص كده ونص كده. هجيب بقية الكنافة بعد طبعا كنت بس الجزء كله الكمية كلها بالسمنة، وهحط انا ما ضغطتش في اول مرحلة. حطيت الكنافة وحطيت عليها المكسرات وبعدين بضغط بقى، خدتها كده على الارض، هتلاقوني اختفيت في الحتة دي، نزلت بيها على الارض كده كبستها، وده كان شكلها في الاخر. كل ما تكبسي الكنافة تطلع معاكي تحفة جدا. هنا بقى جبت البطة ودهنتها بقى بشوية صلصة كده. شوية الصلصة دول حطيت عليهم شوية بهارات وكمان فلفل اسمر وعصرة ليمونة ومعلقة زبدة، وكانت فلة. ودخلتها الفرن. كان كمان الممبار خلاص محتاج ان هو يتحمر بقى علشان الوقت خلاص دخل. فسخنت الزيت كويس جدا، وبدأت ان انا احمر طاسة طاسة كده شوية بشوية يعني بمعنى اصح، واطلعها كده وبعدين احط عليها شوية فلفل اسمر بشوية ملح اول ما يخرج من الطاسة. وهنا كنت معلقة كمان على البسلة جنبي، في حاجات كانت لسه، والبطة كانت لسه في الفرن لسه ما كنتش خرجتها. هحط كمية تانية غير الممبار اللي انا طلعته لحد لما اخلص الكمية كلها. كان يوم جميل جدا جدا، وما كانش ينفع يعدي غير وانا لما الحبايب كده ابويا وامي التانيين، ونبقى على سفرة واحدة. والله بعودة يا رمضان ينعاد علينا وعليكم الايام بخير اللهم امين. رجعت بقى حطيت كمية تانية، وهنا كانت الكنافة احمرت بعد ما دخلتها الفرن على درجة حرارة 180، وكان كمان نزلت عليها بالشربات بعد ما برد. وده كان شكل البطة بتاعتي. والاكل بقى يعتبر كده كنت خلصت كمية الاكل كلها، الاكل كله جاهز. وكنت عملت عصير مانجا ورا هو مستخبي ورا. وكان محمود كان جايب لي بقى تمر، وكان جايب لي عرق سوس، ما حبيتش ان انا اكتر واعمل، وكان كمية الممبار كلها خلصت. وكمان برام الرز حطيت له السمنة، وبعدين قعد 10 دقايق في الفرن وطلعته بالشكل اللي قدامكم ده. شايفين الشكل يا ولاد؟ بجد بجد تسلم ايدي. وكل سنة وانتم طيبين يا احلى اخوات وصحاب في الدنيا، ايا كان راجل ست، والله العظيم انتوا اخواتي.
وحضوركم ليا وتشريفكم ليا في قناتي على راسي من فوق. انتم منوريني ومشرفيني، ورمضان مبارك علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعا. هنا كنت خلاص خلصت بقى الأكل، ونفنش الأخير بقى نجرنش بقى الأكل بتاعنا، شوية فلفل أسمر على ملح كده نظبط التظابيط. وكمان هجيب بقى شوية خضار كده متقطعين. وهنا كنت لو شفتوا كده جنبي كنت خلاص غرفت اللي هو التمر البلح باللبن بالمكسرات. طبعا في حاجات كده عدت مني ان انا ما صورتها لكمش، انا اسفه. لكن ضغط بس النهار كده، والنهار ما فيهوش اساسا، تحسوا النهار متعفرت زي ما بيقولوا كده. كان شكل الاكل بتاعي النهائي، وده كان شكل السفرة بتاعتي بعد ما رصيتها. ورمضان مبارك علينا وعليكم، وكل سنة وانتم طيبين يا احلى اخوات. وده كان شكل الاكل النهائي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، استفدتوا منه حاجة ولو بسيطة. لو الفيديو عجبكم ما تبخلوش على اختكم باحلى لايك من احلى اخواتي في الدنيا، من احلى اخوات في الدنيا. ربنا يجازيكم كل خير، وربنا يديمكم نعمة في حياتي احلى اخوات واصحاب في الدنيا. استنوني بفيديو جديد وروتين جديد، واشوفكم على خير، واسيبكم في رعاية الله.